السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر زعل كل جماهير النادي الأهلي وزعلني أنا شخصيا. الخبر ده هو إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي في الركبة السليمة. زي ما عارفين قبل كده أكرم توفيق اتعرض لقطع في الرباط الصليبي مع المنتخب في أفريقيا 2022، وللمرة الثانية وفي سنة واحدة أكرم بيتعرض لاتنين رباط صليبي في السنة، واحد مع المنتخب وواحد النهاردة مع المران الجماعي للنادي الأهلي في الصبح. يعني أنا شايف أكرم توفيق واحد من أهم اللاعبين المتواجدين في النادي الأهلي أخلاقيا وبدنيا وذهنيا. أكرم توفيق النادي الأهلي في أمس الحاجة ليه في المباريات اللي جاية، كان في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكمان كأس العالم للأندية، وإصابته دي هتأثر على النادي الأهلي، وخاصة إن أكرم توفيق ملوش بدايل في النادي الأهلي، فالبديل ليه هو محمد هاني. ألف سلامة على أكرم توفيق. عموما الإصابة دي هتغيب أكرم توفيق عن الملاعب 8 شهور. أكرم توفيق الكورة شكله معنداه شوية، 2 رباط صليبي في السنة في ركبتين، فده كتير على أكرم توفيق، واحد من أفضل اللاعبين في النادي الأهلي وفي الكرة المصرية، وأفضل يعني ظهير أيمن في النادي الأهلي وفي مصر كلها. لاعب شخصية قوية، لاعب محترم، لاعب مهذب، يعني مفيش حد بيختلف على اكرم توفيق اداؤه في الملعب او خارج الملعب. بصراحه ربنا يشفي اكرم توفيق ويقومه بالسلامه ان شاء الله، ويرجع افضل من الاول في الملاعب. فيديو النهارده وحلقه النهارده، قبل ما نبدا الفيديو ونتكلم النهارده عن اصابه اكرم توفيق وصفقتين النادي الاهلي، دانيال افرين الغاني وكمان محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي، وهنتكلم عن الصفقتين دول وهنستعرض بقى مع بعض السن. وافضل حاجه في الصفقتين دول هو ان اللعيبه دي شباب ولاعيبه مهاريه وبيلعبوا في مركز الهجوم، وبناء على طلب مارسيل كولر لدعم خط الهجوم والاجنحه لازم تكون سريعه وراس حربه مميز وسوبر. فانا شايف ان صفقه دانيال افرين اللاعب الغاني، وشايف صفقه محمد الضاوي كريستو مهمين للنادي الاهلي، وريت النادي الاهلي يشد حيله شويه ويعجل فيهم. وكمان النادي الاهلي محتاج صفقه ظهير ايمن لاكرم توفيق، وبعد اصابه اكرم توفيق ما عندكش بديل الا محمد هاني، وعارفين طبعا مستوى محمد هاني في تراجع. فالنادي الاهلي قبل كده كان هيدخل في صفقه مع الزمالك بسبب عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، واللاعب ده مميز وقوي، وكمان عندك لاعب الاتحاد اللي هو هشام صلاح لكن في الميركاتو الصيفي، لكن ما تمتش بقى، واللاعب كمل لعبه في الاتحاد وما وصلوش لحل في الصفقه. قبل ما نبدا فيديو النهارده وحلقه النهارده، دي قناتي على اليوتيوب، خش اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واخبط لايك الفيديو وكمل الفيديو للنهايه. نبدا الفيديو على بركه الله، وما تنساش تصلي على النبي. إصابة أكرم توفيق خبر زعل كل جماهير النادي الأهلي، وزعل الجهاز الفني، وزعل إدارة النادي الأهلي كمان، مش على لعب كورة أو كده، لا، لاعب يتعرض ل2 رباط صليبي في السنة، فده كتير على اللاعب. أكرم توفيق تعرض مع المنتخب المصري في أفريقيا قطع الرباط الصليبي، ورجع بعد كده وشارك مع النادي الأهلي، والنهارده في الصبح في المران الجماعي للنادي الأهلي بيتعرض أكرم توفيق لقطع في الرباط الصليبي في الركبة السليمة، وهيغيب عن الملاعب 8 شهور. غيابه هيأثر على النادي الأهلي، مفيش بديل لأكرم توفيق، فمطلوب من النادي الأهلي إن هو يعمل صفقة في أسرع وقت. قبل أي مهاجم، قبل أي مدافع، لازم الأهلي يجيب ظهير أيمن يكون زي أكرم توفيق بالظبط. عمر كمال عبد الواحد الزمالك تدخل في الصفقة، فأنا لازم النادي الأهلي يتدخل في الصفقة بقوة عشان ينهيها في يناير والانتقالات الشتوية، ويقدر يجيب عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، لاعب مميز ولاعب ممتاز، ويقدر النادي الأهلي هيستفيد منه. كانش عمر كمال عبد الواحد، فيا ريت يجيب هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري. النادي الاهلي مطلوب منه صفقه قويه في الظهير الايمن بديل لاكرم توفيق. اولا داخل على دوري الابطال والسوبر ودوري السوبر الافريقي، وكمان كاس العالم للانديه والدوري المصري، مطالب منك بقوه ان انت تحقق الدوري المصري السنه دي، فمش هتسيبه للزمالك للمره الثانيه، فلازم يكون عندك صفقات.
عموما ألف سلامة على أكرم توفيق، واحد من أفضل اللعيبة في مركزهم، واحد من أفضل اللعيبة في مصر، واحد من أفضل اللعيبة في النادي الأهلي. خبر زعلنا كلنا. ألف سلامة عليك يا أكرم توفيق، وتقوم إن شاء الله وترجع لمستواك وترجع للعب تاني مع النادي الأهلي. قبل ما نتكلم عن صفقتين النادي الأهلي اللي هيتمهم النادي الأهلي ويتمهم إن شاء الله على خير بإذن الله، هنروح بقى للخبر الاتحاد الافريقي، دوري السوبر الافريقي. وكان قرر الاتحاد الافريقي ان هو هيتم لعبه مشاركه 24 فريق في دوري السوبر الافريقي. قرر الاتحاد الافريقي وبعد الازمه الماليه اللي تعرض ليها قال لك هيشارك 8 فرق بس، وتم اقصاء الزمالك وكذا فريق من دوري السوبر الافريقي. 8 فرق المشاركين النادي الاهلي: الترجي التونسي والوداد وبترو اتلتيكو الانغولي ومازيمبي الكونغولي وصن داونز بطل جنوب افريقي وبترو اتلتيكو الانغولي وكمان سيمبا التنزاني. لكن نقول بعد تعرض الكاف للازمه الماليه قرر تقليص عدد الفرق ل8 فرق بدلا من 24 فريق، ولم يقر بعد الاتحاد ان هو يتم مشاركه 8 فرق في البطوله ولعبهم ب8 فرق او تاجيلها لحد ما نشوف لها حل. فاحنا ادينا مع بعض ان شاء الله تتم باذن الله بطوله دوري السوبر الافريقي وتتلعب ويقدر النادي الاهلي يحقق البطوله. عموما عندنا دوري ابطال افريقيا، عندنا دوري المصري، عندنا كأس العالم للأندية، في ضغوط على النادي الأهلي، فيا ريت النادي الأهلي يستعجل في حتة الصفقات. احنا عندنا الميركاتو الصيفي، النادي الأهلي ما جابش إلا 3 صفقات بس: شادي حسين، برونو سافيو، ويعني النادي الأهلي يا ريت كده يحسم صفقات من العيار التقيل تكون مؤثرة مع النادي الأهلي. احنا خط الهجوم عندنا في النادي الأهلي بصراحة تعبان، فالنادي الأهلي بيقول لك هنجيب دانيال افرين لاعب عنده 21 سنة، وهنجيب محمد الضاوي كريستو لاعب عنده 19 سنة. نروح بقى أولا كده دانيال افرين، لاعب مهاجم بيلعب في هارتس اوف اوك الغانا. اللاعب ده كان في القائمة في منتخب غانا المشاركة في مونديال قطر، لكن ما اشتركش في أي مباراة مع منتخب بلاده المنتخب الغاني في كأس العالم. لكن اللاعب مع النادي بتاعه قال لك لاعب مميز، واللاعب ده بيلعب يعني مهاجم، وجيد اللعب كمان في مركز الجناح الايسر، وجيد اللعب تحت راس الحربة والقيام بدور المهاجم الوهمي. اللاعب ده مهاري، اللاعب ده سريع، اللاعب ده هداف، عمره 21 سنة، الجنسية غاني، مركزه في الملعب هو مهاجم. أنا شايف عمره 21 سنة، لاعب شاب، لاعب قوي بدنيا، لاعب عنده سرعة وعنده مهارة. فده المطلوب من النادي الأهلي، اللي هو يجيب أجنحة سريعة، ولازم مهاجم سوبر من العيار التقيل. ما نجيبش صفقة أي كلام. احنا بقالنا 3 سنين مع النادي الأهلي بنعاني من الصفقات اللي بيجيبها النادي الأهلي. جاب بيرسيتاو، ما استفدناش من بيرسيتاو، بعيدا عن صفقة ديانج اللي كان أنيس أبو جلبان واحد من أسباب الصفقة تمت بنجاح، واللي جاب ديانج هو أنيس أبو جلبان، ونشكر أنيس أبو جلبان هو جاب لنا صفقة زي ديانج من العيار التقيل. فنتمنى النادي الأهلي يجيب لنا ناس بخامة ديانج، ناس بجودة ديانج، لعيبة تفرق مع النادي الأهلي، ما تكونش صفقات أي كلام وخلاص. وبقى نروح للاعب محمد الضاوي كريستو، لاعب النجم الساحلي، عمره 19 سنة، مركزه في الملعب بيجيد اللعب يعني في كذا. لاعب ده جوكر من الآخر، يعني المدربين اللي قامت بتدريبه بتلعبه مرة جناح يمين، جناح سوبر، جناح يسار. اللاعب ده جوكر كمان بقدراته على اللعب في جميع المراكز الهجومية، بما جعل منه جوكر لدى جميع المدربين الذي أشرفوا على تدريبه. وكمان بيجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، كما قادر على اللعب أيضا في الجناح الأيمن، كما قادر على اللعب أيضا في مركز المهاجم المتقدم وصانع الألعاب، وأيضا الجناح الأيسر. مفيش أجمل من كده، لاعب خامته كويسة. وكمان بيقول لك اللاعب ده سريع، اللاعب ده يعني شاب عنده 19 سنة،
ما نقولش مثلا لا يا عم شاب عنده 19 سنه، لا، احنا شفنا عز الدين قناحي مع المنتخب المغربي في مونديال قطر ابهر العالم كله مش العرب بس. عز الدين قناحي اتظلم ان هو ما اخدش افضل لاعب شاب في مونديال قطر بالاداء اللي اظهر قوه المنتخب المغربي في خط الوسط، لمساته الابداعيه اناطته في اللعب. عز الدين قناحي ده مستقبله كتير في الكره العالميه وكبير في الدوريات الاوروبيه ان شاء الله، ومكانه في الدوريات الاوروبيه. فمحمد الضاوي كريستو عنده 19 سنه، سنه كويس جدا، لاعب موهبه. انا شفت بعض اللقطات وبعض الاهداف، لاعب مميز يقدر يستفيد منه النادي الاهلي. وكمان قال لك اللاعب ده يجي النادي الاهلي، وكان في غرامه على كولوبالي بهروبه من النادي الاهلي وان هو راح للنجم الساحلي، فيتم خصم الغرامه ومبلغ الغرامه المغرم على كولوبالي من صفقه محمد الضاوي كريستو. فنتمنى اللاعب ده هو يجي النادي الاهلي وهو دانيال افرين، الاثنين شباب، الاثنين هيدعموا هجوم النادي الاهلي. النادي الاهلي بحاجه لتدعيم اكتر من مركز، لو الجناح الايمن، الجناح الايسر، المهاجم السوبر، برضو عندنا الظهير الايمن بعد اصابه اكرم توفيق، فمحتاجين واحد زي عمر كمال عبد الواحد، وكمان الظهير الايسر، ويكون عندنا بديل بخامه وجوده علي معلول، عشان النادي الاهلي عنده ضغط مباريات كتير، في اصابات في النادي الاهلي. نروح بقى نقف عند نقطه واحده، اصابه اكرم توفيق في المران الجماعي. مفيش النادي الاهلي، وده من زمان قوي يعني، ان في لعيبه من النادي الاهلي بتتصاب في المران الجماعي. المران الجماعي ده اولا ده تدريب يا جماعه، مش حرب ولا قتال. شفنا ديانج والسوليه قبل كده، شفنا عمار حمدي برباط صليبي، وقبلهم طاهر ابو زيد واكرامي كسر بالساق ومختار. فمن زمان قوي في النادي الاهلي في لعيبه بتتصاب واصابات كبيره في التدريبات الجماعيه وفي المران الجماعي. فالتمرين ده يا جماعه مش حرب مش قتال، يعني واحد يتصاب برباط صليبي تاني مره عمار حمدي، وعندك اكرم توفيق. وطبعا النادي الاهلي ضغط المباريات، فمحتاجين صفقات، محتاجين اداره النادي الاهلي كده وامير توفيق يتحرك شويه ويجيب لنا 5 6 صفقات 7 صفقات كده في مباريات جايه جديده كتيرة قوي. والنهارده الداخليه بيحقق اول فوز ليه في الدوري المصري بفوزه على بيراميدز 2-1 في 10 دقائق. بيراميدز بنجومه، بيراميدز بفلوسه، عمره ما يكون النادي الاهلي بيخسر النهارده من الداخليه 2-1. انا شايف بيراميدز مش هيقدر يحقق الدوري المصري لو عمل ايه، لو جاب كل نجوم الكره ولاعبين الكره في الدوري المصري كده مش هيحقق الدوري المصري، وبيخسر النهارده 2-1 امام الداخليه. عموما خلينا في دانيال افرين، نعيد ونقول اللاعب عنده 21 سنه، بيلعب مركز مهاجم والجنسيه غاني، لاعب هارتس اوك الغاني، شارك في مونديال قطر لكن ما لعبش اي مباراه. اللاعب ده بيجيد اللعب في مركز المهاجم الايسر، ويجيد اللعب تحت راس الحربه والقيام بدور المهاجم الوهمي. محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي، ويتميز الضاوي بقدراته على اللعب في جميع المراكز الهجوميه، بما جعل منه جوكر لدى جميع المدربين الذين اشرفوا على تدريبه. يفضل اللعب في مركز الجناح الايمن، كما قادر على اللعب ايضا في مركز المهاجم المتقدم وصانع اللعب، وايضا جناح ايسر ومهاجم متاخر. عمره 19 سنه، جنسيه تونسي، نادي النجم الساحلي. ان شاء الله تتم الصفقتين على خير باذن الله للنادي الاهلي، عشان النادي الاهلي بامس الحاجه في صفقات سوبر، لعيبه سوبر، مش عايزين لعيبه كسر ولا اي كلام يا جماعه، احنا عايزين صفقات بجد تفرق مع النادي الاهلي، نحقق بيهم دوري ابطال افريقيا اللي راح مننا. فعشان كده ما نجيش بعد كده نلقي اللوم على المدرب مارسيل كولر، قال لهم انا عايز لعيبه سوبر، مش عايز لعيبه اي كلام. اتحرك يا عم امير توفيق وهات لنا لعيبه سوبر. في خبر تاني النهارده بيقول لك النهارده الجمعه مرتضى منصور رئيس إدارة نادي الزمالك بيبعت جواب لوزير المالية عشان يحجز على أرصدة نادي الزمالك اللي في بنك مصر
اللي ملك ممدوح عباس، يعني أموال الزمالك هيتم حجزها، واللي هتاخدها وزارة المالية مرتضى منصور بيأمر بحجز أرصدة نادي الزمالك اللي هي ملك ممدوح عباس. ربنا يهدي، والله أصحاب العقول في راحة. عموما خلينا في النادي الأهلي ونقول ألف سلامة يا أكرم، وتتم صفقتين النادي الأهلي بخير، والأهلي يقدر يحقق دوري الأبطال أفريقيا اللي راح مننا، ونشارك بأداء كويس في كأس العالم للأندية، ونقدر نحقق الدوري المصري. كده أهلاوية وصلنا لنهاية الفيديو. لو أول مرة تشوف قناة على اليوتيوب خش اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنونا إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.